تعالوا النهاردة بقى نعمل مع بعض أكلة حلوة قوي، كرات الفراخ المحشية. بس يا ريت قبل ما أبدأ ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، ولو عملتي شير يبقى كتر خيرك. في الأول كده أنا استخدمت صدر فرخة، كان عامل نص كيلو. هفرمه في الكبة. بس قطعته كده حتت صغيرة عشان يبقى سهل على الكبة ان هي تفرمه كويس. انا عايزة الفراخ تبقى ناعمة خالص. مش عايزة يبقى فيها اي كتل. ومنضفة طبعا الفراخ كويس جدا وشايلة منها اي عروق او اي حاجة ممكن تضايقني في الاكل. بس افرمها كده كويس جدا وناعمة خالص لحد ما تبقى بالشكل ده. هحط عليهم بقى نص معلقة فلفل اسود، ونص معلقة بهارات فراخ، ونص معلقة بابريكا، نص معلقة صغيرة من كل حاجة، ودي معلقة متوسطة من الملح. حطيت كمان عليهم 3 معالق كبار من البقسماط، وممكن فيجيتار بس ناخد بالنا من الملح عشان الفيجيتار بيبقى مملح. حطيت كمان معاهم 50 جرام من الدهن، لو مش موجود الدهن ممكن نحط معلقة سمنة كبيرة. هبدأ بقى كده في الحشوة الأولانية هعمل رز بالخلطة. في الأول كده جبت معلقة سمنة ومعلقتين زيت، حطيت عليهم بصلاية بشراها، حطيت عليها ملح وفلفل، وكان عندي كده حتة كبد وقوانص من بتوع فراخ، لو مش موجودين خلاص. هشوح فيهم كده مع بعض لحد ما الكبد والقوانص يغيروا لونهم، وبعدين هنزل عليهم بكوباية رز مغسولة. وهشوح بقى كل الكلام ده مع بعض كويس عشان الرز يطلع مفلفل. هحط كمان عليهم نص معلقة فلفل اسود، ونص معلقة سبع بهارات، ونص معلقة قرفة. حطيت كمان نص معلقة مرقة فورية. نشوح بقى كويس عشان التشويح ده هو اللي هيطلع الرز مفلفل. انا هسوي الرز خالص، يعني هيستوي خالص بس هيكون فيه قرشة خفيفة كده خالص. فانا هحط كوباية واحدة بس من المية عشان ما يعجنش، عشان لما يخش الفرن لسه ما يعجنش. فحطيت كوباية واحدة مية، وحطيت نص معلقة ملح، ظبطوا بقى الملح حسب الرغبة. ولما يغلي هوطي عليه النار واسيبه بقى يستوي. بصوا مفلفل وحلو قوي. هحضر بقى الفريك. برضو جبت معلقة سمنة وشوية زيت. هنزل كده بمعلقة صغيرة من التوم، هشوحها واول ما ريحتها تطلع، مش هحمرها، ريحتها بس تطلع، هنزل عليهم بكوباية برضو من الفريك. بس ده بقى مغسول ومنقوع، نقعاه نص ساعة في مية عادية من الحنفية. هشوحهم كده برضو كويس مع بعض عشان يفلفل، وهحط عليه نص معلقة مرقة ونص معلقة فلفل اسود والملح. وبرضو هحط له كوباية مية واحدة بس. الفريك ممكن برضو يتعمل بالبصل، انا بحبه بالبصل، بس ده كان جوزي هو اللي هياكله فهو بيحبه بالثوم. بس كده برضو الفريك فيه قرشة خفيفة خالص، بس استوى ومفلفل وتحفة. هرجع بقى تاني للفراخ، هجيب كيس تلاجة هفتحه كده وهدهنه زيت، دهنة خفيفة خالص، واوزعها كده على الكيس كله. وبعدين هجيب كورة كده من الفراخ. انا الفراخ كنت سبتها في التلاجة عقبال ما احضر الحشوة، سبتها في التلاجة عشان تمسك نفسها شوية. هفرد بقى كده كويس الفراخ وهرفعها خالص، هرققها، هفردها كويس لحد ما سمكها ما يبقاش تخين قوي وما يبقاش رفيع. انا النص كيلو عمل معايا 4 كرات من الفراخ. ف انتوا الفراخ قسموها على 4 كور، وكل كورة خدوها وافردوها فرد رفيع خالص. هحشي اول واحدة بقى رز بالخلطة. هحشي وهبطط كده بالمعلقة عشان يبقى متساوي، وبعدين هطبق عليها الفراخ الزيادة بقى اللي فردناها دي. انا هخلي القاعدة تبقى سميكة شوية علشان تبقى من تحت ما تتفكش مني وما تلزقش. فهطبق كده فوق بعض، ولو في حتة زيادة ولا حاجة هشيلها. بس كده دي كانت اول كورة. هاخدها بقى احطها في صينية مدهونة سمنة. هظبط كده الشكل كويس عشان تطلع شكلها حلو في الاخر. حطيتها بقى في صينية مدهونة سمنة. نعمل بقى واحدة كمان. انا ما حطيتش زيت تاني على الكيس، استكفيت بالحبة اللي حطيتهم وهو ما لزقش معايا. عملت ال4 كور ما لزقش معايا خالص.
بس هفرد بقى كده برضو كويس. هشيلها كده بالكيس وهحطها، هشيل بس الوش، الكيس اللي فوق من على الوش، وهسيب اللي تحت، واحط كده في الطبق، طبق صغير، واحشي بقى المرة دي بالفريك، واقفل برضو كده بالكيس، اطبق كل الزيادة اللي فوق دي عشان عايزة القاعدة تبقى سميكة. ابطط كده بقى بايدي واظبطها عشان تبقى كلها متساوية. كده خلصنا تاني كورة. هنعمل التالتة، ونفرد ونبطط ونسوي كده الفريك بالمعلقة عشان يبقى كله متساوي. بس ده كده كان شكلهم بقى. هدهن وشها كده بمعلقة صلصة ونص معلقة سمنة، حطيت عليهم رشة ملح ورشة فلفل اسود. هخلط بقى كل دول مع بعض وهدهن وشها عشان تطلع واخدة لون حلو كده. هدهنهم بقى كلهم وهدخلهم على فرن سخن على درجة حرارة 200، وهولع كمان عليهم الشواية بس تكون بعيدة عن الشواية، تكون قريبة من الفرن من تحت بس بعيدة عن الشواية، وهولع الاتنين. دول بقى شوية الرز والفريك اللي اتبقوا مني، هحطهم كده تحتيهم. وده بقى شكل الفراخ بعد ما خلصت. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب. استنوني، هعمل وصفات تانية كتير. وبس كده، باي.